زين الدين زيدان عبقري الكرة الفرنسية، لاعب استثنائي صعب يتكرر، وكانوا يلقبونه بالعبقري والمايسترو. ملك الكنترول، يتميز بقدرته على ترويض الكرة طريقة سحرية، وقالوا عنه اللاعبين والمدربين اللي عاصروه أجمل الكلام. حبه لكرة القدم خلى الكرة لاصقة بقدمه وكأنها شريكة دربه. أدائه الساحر ساعده في قيادة منتخب بلاد فرنسا للمجد وللعالمية وتحقيق اللقب الأول في كأس العالم. زين الدين زيدان اللاعب الجزائري الأصل الفرنسي الجنسية، صانع أفراح الكرة الفرنسية، وواحد من أفضل لاعبين خط الوسط في تاريخ كرة القدم. اليوم بنتكلم عن قصة بداية زيزو ومسيرته في عالم الساحرة المستديرة والإنجازات اللي حققها كلاعب وكمدرب وأبرز الأحداث في مسيرته. وقبل لا نبدأ المقطع، عزيزي المتابع، طلب واحد بس: إذا كنت تستمتع بالمحتوى اشترك بالقناة، لأن دعمك هو الشيء الوحيد اللي يحفزني ويخليني أستمر. والحين يلا نبدأ المقطع. في يوم 23/6/1972 ولد زين الدين زيدان في حي لا كاستيلان الموجود في مدينة مارسيليا الفرنسية، وهو حي يعاني سكانه من البطالة وينتشر فيه الفقر والمخدرات. زيدان كان الطفل الخامس والأصغر لعائلته الجزائرية اللي هاجرت إلى فرنسا. أبوه إسماعيل هاجر مع زوجته مليكة إلى فرنسا سنة 1953 من قرية آغمون من منطقة القبائل الموجودة في شمال الجزائر، واللي يتكلم سكانها باللغة الأمازيغية. واستقرت العائلة في باريس، تحديدا في مدينة سان دوني، واشتغل أبوه كحارس أمن. لكن ظروف العمل وغلاء المعيشة خلتهم ينتقلون إلى حي لا كاستيلان بالستينات، وهو الحي اللي شهد ولادة الأسطورة زين الدين زيدان. زيدان عاش طفولة عادية، وكان يعبر دائما عن فخره بأصوله العربية. ففي واحدة من المقابلات مع مجلة اسكواير قال: أنا على صلة بالعالم العربي، فهو في دمي عن طريق والدي، وأنا فخور بكوني فرنسيا، لكن فخور أيضا بأن لدي جذور وتنوع. وفي سن الخامسة بدأ زيدان في مداعبة كرة القدم والتغزل فيها، ولقى اهتمام كبير من أمه وأبوه اللي قاموا بتربيته تربية صارمة علشان يبعدونه عن أجواء الحي اللي يعيش فيه، اللي كان غير مناسب للأطفال اللي في عمره. وقال زيزو: تربية أمي وأبوي الصارمة كانت النور الهادي في حياتي المهنية. طبعا ساحة تارتر الموجودة بالحي اللي يعيش فيه زيدان كانت الشاهد الأول على إبداعات زيدان. فلما كان بالخامسة من عمره بدأ يلعب كرة القدم مع أطفال الحي اللي يعيشون فيه، ومن ذاك الوقت بدأت أحلام زيدان الكروية تكبر، وتأثر باللاعب إنزو فرانسيسكولي اللي كان يعتبره قدوته، وكان يحلم بالانضمام للعب مع نادي مارسيليا. حبه لكرة القدم خلى أمه وأبوه يدخلون نادي محلي بالحي اسمه US سان هنري، وكان عمره 10 سنوات ولعب فيه لمدة 1.5 سنة. بعدها اختاروا زيدان للمشاركة في معسكر تدريبي لمدة 3 أيام بالمركز الإقليمي للرياضة والتربية البدنية في مدينة إكس أون بروفانس، وهذا المعهد يدير الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وقتها لفت زيدان أنظار واحد من كشافين نادي كان الفرنسي، واللي وصل النادي وقتها بالتعاقد مع زيدان بأسرع وقت. كان نادي كان الخطوة الأولى في مسيرة زيدان الاحترافية، واللي انضم لهم في سنة 1986 ولعب في فرق الفئات السنية إلى أن تم تصعيده في موسم 88-89 للفريق الأول، لكن ما شارك في أي مباراة إلى نهاية الموسم. وشارك في أول مباراة له بالدوري الفرنسي مع نادي كان في يوم 18/6/1989 بالمباراة اللي جمعت فريقه بنادي نانت الفرنسي. وبالصدفة أيضا كان أول هدف له بالدوري الفرنسي في شباك نادي نانت، وسجل هذا الهدف في يوم 10/2/1991. وقتها قال رئيس النادي لزيدان: في حال سجلت هدفك الأول راح أعطيك هدية سيارة. وفعلا يومها أخذ زيدان سيارة كهدية من رئيس النادي. وفي نادي كان بدأ اسم زيدان يتصدر الصحف الفرنسية، وبدأ الحديث عن اللاعب الشاب اللي عنده مهارات وقدرات كبيرة، واللي من الممكن أن تصنع منه نجم من النجوم بالأيام القادمة. وقدر زيدان يقود فريقه لتحقيق المركز الرابع بالدوري الفرنسي، وكان أعلى إنجاز للفريق من وقت صعوده للدرجة الأولى سنة 1948. تألق زيدان مع نادي كان خلى الأندية الفرنسية تحاول تتعاقد معه، وفعلا نجح نادي بوردو في إقناع زيدان بالانتقال لهم سنة 1992. وكان هذا الانتقال تحول كبير جدا في مسيرة زين الدين زيدان، واللي اختتم مسيرته مع نادي كان بعد ما لعب معاهم 71 مباراة سجل فيها
فيها 6 أهداف. وصل زيدان إلى نادي بوردو شهر 7 سنة 1992 بعد ما دفع بوردو لنادي كان مبلغ 7 مليون يورو، وكان هذا المبلغ كبير جدا في ذاك الوقت بالنسبة للاعب شاب بعمر 20 سنة، لكن إدارة بوردو كانت تعرف قيمة الجوهرة اللي تعاقدوا معاها. وفي نادي بوردو لعب زيدان مع مجموعة مميزة من لاعبين الوسط مثل ليزارازو وكريستوف ودوغاري، وقدم مستويات ممتازة خلال مسيرته معاهم اللي امتدت 4 سنوات، وقدر يحقق كاس انتر توتو سنة 1995 بعد الفوز بالنهائي على نادي كارلاسورا الألماني، وحقق المركز الثاني في كاس الاتحاد الأوروبي موسم 95-96 وخسر اللقب من بايرن ميونخ. وسجل زيدان في ذيك البطولة 5 أهداف. وفي ذاك الموسم فاز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الفرنسي. سحر زيدان اللي نثره في فرنسا والملاعب الأوروبية خلى الأندية الأوروبية تركض وراه للتعاقد معاه، ونجح يوفنتوس الإيطالي بالتفوق على الأندية الأوروبية وضم الجوهرة زيدان، ورحل عن نادي بوردو بعد ما لعب بقميص النادي 179 مباراة سجل فيها 39 هدف. مسيرة زيدان مع يوفنتوس بدت في موسم 96-97، ومن الموسم الأول نجح زيزو في جذب الأنظار له، فصار حديث الصحافة الإيطالية والعالمية، وكان يلعب في مركز صانع الألعاب خلف المهاجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو اللي قال عنه كانت موهبة زيدان غير عادية وما كان لاعب أناني أبدا، وكان همه مساعدة الفريق على تحقيق الفوز، وكنت محظوظ باللعب معاه. زيدان نجح بالموسم الأول في إيطاليا بالفوز بلقب الدوري الإيطالي وكاس الانتر كونتيننتال وكاس السوبر الأوروبي وكاس السوبر الإيطالي، وفاز بجائزة أفضل لاعب أجنبي بالدوري الإيطالي، ولكن خسر نهائي دوري الأبطال مع فريق يوفنتوس ضد بروسيا دورتموند الألماني. وبالموسم الثاني 97-98 لعب دور كبير في حفاظ اليوفي على لقب الدوري الإيطالي، وقاد الفريق إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، لكن خسروا النهائي ضد نادي ريال مدريد. وبعد المستوى الممتاز اللي قدمه زيزو مع اليوفي بهذا الموسم وقيادة فرنسا للقب كأس العالم الأول في تاريخها سنة 1998، وأيضا فاز بجائزة الكرة الذهبية بهذه السنة، لكن مع بداية الموسم الثالث فشل زيدان في تحقيق أي لقب جديد مع يوفنتوس رغم أنه كان أداءه ممتاز جدا، فالبيانكونيري اكتفى بالمركز السادس بالدوري موسم 98-99، وخسر الدوري الإيطالي في موسم 99-2000 لصالح لاتسيو بفارق نقطة واحدة، وأيضا خسر الدوري موسم 2000-2001 لصالح روما بفارق نقطتين. والخسارات المتكررة في السنوات الأخيرة خلت زيدان فعليا يفكر في ترك نادي يوفنتوس، ويفكر فعليا بدعوة بيريز للانضمام إلى نادي ريال مدريد. ففي شهر 11 سنة 2000 استغل رئيس ريال مدريد وجود زيدان في حفل نظم الاتحاد الأوروبي في فرنسا، وأرسل لزيدان منديل مكتوب عليه هل تريد اللعب مع ريال مدريد؟ فابتسم زيدان ووافق على عرض بيريز. وزيدان كان يبي يترك يوفنتوس في صيف سنة 2001 بعد النكسات والحظ السيء اللي تعرض لها مع الفريق، ولأنه كان يتمنى يفوز بدوري الأبطال، وفعلا كان قريب من اللقب مع اليوفي ووصل للنهائي مرتين، ولكن ما كان اليوفي أو زيدان محظوظين للفوز بالبطولة. لكن إدارة اليوفي رفضت رحيل جوهرتهم زيدان على عكس زيدان اللي كان يبي يرحل عن النادي. وصرح زيدان في يوم 23/7/2001 حق صحيفة لا ريبوبليكا وقال إنه ينوي الرحيل عن اليوفي، وهني اضطرت إدارة يوفنتوس للجلوس على طاولة المفاوضات مع نادي ريال مدريد، واتفقوا معاهم على بنود الصفقة التاريخية اللي كانت قيمتها 77 مليون يورو، وهالصفقة خلت زيدان أغلى لاعب في العالم وقتها. ورحل زيدان وترك إيطاليا بعد 5 مواسم بألوان اليوفي، لعب فيها 212 مباراة وسجل 31 هدف، وحقق خلالها زيدان أفضل لاعب أجنبي في إيطاليا، والدوري الإيطالي مرتين، وكاس السوبر الإيطالي مرة، وكاس السوبر الأوروبي مرة، وكاس الانتر كونتيننتال مرة. في
في صيف سنة 2001 انضم زيدان للنادي الملكي، وكان أغلى لاعب بالعالم وقتها. زيدان نثر سحره في أرضية ملعب السانتياغو برنابيو من اللحظة الأولى، وكان الجوهرة المميزة في تشكيلة الجالاكتيكوس اللي صنعها بيريز. وكاس السوبر الأسباني كان بداية ألقاب زيدان مع النادي الملكي، وبدأ بعدها زيزو بسحر قلوب جماهير السانتياغو برنابيو. وفي ذاك الموسم سجل 12 هدف وصنع 15 هدف لزملائه في 49 مباراة لعبها بقميص ريال مدريد. وفي نهاية الموسم حقق زيدان مع ريال مدريد لقب دوري الأبطال بعد الفوز على باير ليفركوزن بالنهائي بنتيجة 2-1. وبهذه المباراة سجل زيدان واحد من أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم بعد ما قام تسديد الكرة اللي رفعها له روبرتو كارلوس على الطاير. أما بالنسبة للدوري اكتفى ريال مدريد بتحقيق المركز الثالث برصيد 66 نقطة وفارق 9 نقاط عن فالنسيا بطل الدوري. وبالموسم اللي بعده موسم 2002-2003 واصل زيدان إبداعه بالملاعب الأسبانية والأوروبية، وبدأ الموسم بتحقيق لقب السوبر الأوروبي بالمباراة اللي فاز فيها ريال مدريد على نادي فاينورد الهولندي بنتيجة 3-1. وقاد زيدان ريال مدريد لاستعادة لقب الدوري بعد ما أنهى النادي الملكي الموسم ب 78 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي ريال سوسيداد الوصيف. وفي دوري الأبطال وصل ريال مدريد إلى نصف النهائي، وكان قريب جدا من بلوغ المباراة النهائية بعد الفوز على يوفنتوس فريق زيدان السابق في مباراة الذهاب ب2-1. ولكن خسر ريال مدريد خسارة قاسية في مباراة الإياب ب3 أهداف. في مباراة سجل فيها زيدان الهدف الوحيد لريال مدريد في مرمى فريقه السابق باللحظات الأخيرة. وحقق أيضا مع الفريق بطولة كاس الانتركونتيننتال. وفي نهاية الموسم لعب زيدان مع ريال مدريد 48 مباراة سجل فيها 12 هدف وصنع 19 هدف. بدأ زيدان موسم 2003-2004 بتحقيق اللقب كاس السوبر الأسباني على حساب نادي ريال مايوركا، لكن موسم ريال مدريد ما كان جيد رغم تواجد كتيبة من النجوم يقودهم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش. فالفريق تصدر الدوري لفترات طويلة وبفارق 8 نقاط عن نادي فالنسيا، لكن بالجولات الأخيرة من الدوري خسر ريال مدريد الدوري بطريقة غريبة بعد التعرض ل5 هزائم متتالية بالمراحل الخمسة الأخيرة من الدوري، وهذا اللي خلى الفريق ينهي الدوري بالمركز الرابع ب70 نقطة وبفارق 7 نقاط عن نادي فالنسيا البطل. وما كان الحال أفضل في دوري الأبطال، فالنادي الملكي غادر البطولة في مفاجأة مدوية على يد موناكو في ربع النهائي. دخل زيدان موسم 2004-2005 وعينه على تعويض اللي فاته بالموسم الماضي، لكن تغيير المدربين المستمر أثر على مستوى زيدان والنادي الملكي، وأنهى ريال مدريد الدوري بالمركز الثاني خلف برشلونة. وفي دوري الأبطال غادر من ثمن النهائي على يد يوفنتوس الإيطالي بعد ما فاز بالذهاب في أسبانيا بهدف وخسر بنتيجة 2-0 في إيطاليا. وفي ذاك الموسم لعب زيدان 40 مباراة سجل فيها 6 أهداف. وكان موسم 2005-2006 الموسم الأخير في مسيرة زيدان الكروية كلاعب بعد ما فاجأ الكل بإعلان اعتزال اللعب في نهاية الموسم. والمشاكل بريال مدريد استمرت مع انهيار مشروع الجالاكتيكوس. وفشل الفريق في تحقيق لقب الدوري الأسباني اللي فاز فيه برشلونة بفارق 12 نقطة عن النادي الملكي اللي احتل المركز الثاني. ولعب زيدان آخر مباراة مع ريال مدريد على أرضية ملعب السانتياغو برنابيو بالدوري ضد فياريال، وانتهت بالتعادل ب3 أهداف لكل فريق، وسجل فيها زيدان هدفه الأخير قدام جماهير ريال مدريد بالسانتياغو برنابيو. وفي دوري الأبطال النادي الملكي غادر البطولة من ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي ضد نادي أرسنال، وأنهى زيزو موسمه الأخير بدون أي لقب مع ريال مدريد. ولعب زيدان في مسيرته مع ريال مدريد 227 مباراة سجل فيهم 49 هدف. الأسطورة زيدان عاصر جيل ذهبي بالمنتخب الفرنسي اللي ضم عدد كبير من النجوم
مثل ليزارازو، بارتيز، لوران بلان، ليليان تورام، دي شامب، باتريك فييرا، تريزيجيه، تيري هنري وغيرهم من النجوم. رحلته مع منتخب فرنسا بدأت يوم 14/11/1994 في مباراة ودية ضد منتخب التشيك، وسجل فيها زيدان هدفين، وبدأ بعدها كتابة التاريخ مع المنتخب الفرنسي. زيدان شارك في يورو 1996 مع منتخب الديوك اللي وصل لنصف النهائي، لكن زيدان ما كان يشارك أساسي. وقمة المجد الكروي وصلها زيدان مع منتخب فرنسا لما قادهم لتحقيق اللقب الأول في كأس العالم سنة 1998. فزيدان قدم بطولة ممتازة رغم غيابه عن مباراتين، بعد ما حصل على بطاقة حمراء بالمباراة الثانية ضد منتخب السعودية، بعد ما اعتدى على اللاعب فؤاد أنور بدون كرة، وتم حرمانه مباراتين، وغاب عن آخر مباراة بدور المجموعات ضد الدنمارك، وعن مباراة ثمن النهائي ضد الباراغواي، ورجع ضد إيطاليا وقاد المنتخب الفرنسي إلى النهائي اللي لعبه ضد المنتخب البرازيلي. وقدر زيدان من حسم اللقب من الشوط الأول بتسجيل هدفين على منتخب البرازيل. بعدها سجل إيمانويل بوتي الهدف الثالث بالشوط الثاني، وتوج الديوك الفرنسية بلقب العالم الأول. وبفضل هذا اللقب زيدان فاز بالكرة الذهبية سنة 1998. وتألق زيدان مع المنتخب استمر باليورو سنة 2000 اللي استضافتها بلجيكا وهولندا، وكان زيدان اللاعب الأبرز، وقاد فرنسا للقب الثاني باليورو في تاريخهم، وسجل بالبطولة هدفين. لكن رحلة التوهج والإبداع مع المنتخب الفرنسي وقفت في كأس العالم سنة 2002، فزيدان ما شارك بالمباراة الأولى والثانية بسبب الإصابة، وبسبب غيابه خسرت فرنسا ضد السنغال بهدف في مفاجأة مدوية، وتعادلت مع الأوروغواي بدون أهداف. وما نجح زيدان في مساعدة فرنسا على التأهل رغم مشاركته بالمباراة الثالثة، لأنه ما كان جاهز بدنيا. وغادرت فرنسا حامل اللقب من دور المجموعات في واحدة من أكبر المفاجآت في المونديال. الرحلة الدولية تواصلت في يورو 2004، ونجح زيدان في قيادة فرنسا إلى ربع النهائي بعد ما قدم مستويات مميزة، أبرزها المستوى اللي قدمه ضد إنجلترا، واللي قلب فيه تأخر منتخب بلاده بهدف إلى فوز بهدفين لهدف باللحظات الأخيرة، قبل لا يوقف منتخب اليونان مسيرة فرنسا بشكل مفاجئ ويطلعهم من البطولة من ربع النهائي. بعد البطولة قرر زيدان اعتزال اللعب دوليا، وفعلا اعتزل زيدان مع عدد من لاعبين الجيل الذهبي من منتخب فرنسا، وهذا الشيء خلى فرنسا تعاني وايد للوصول لكاس العالم سنة 2006. لهذا السبب طلب المدرب ريمون دومينيك من زيدان التراجع عن قرار اعتزاله، وفعلا رجع زيدان من الاعتزال ولعب واحد من أجمل المونديالات في حياته، وكان أفضل وأهم لاعب في تشكيلة فرنسا. زيدان في كاس العالم سنة 2006 قدم مستويات ممتازة، وكان أبرزها المباراة ضد البرازيل في ربع النهائي واللي انتهت لصالح فرنسا بهدف. وقدم في هذه المباراة زيدان أعظم أداء فردي للاعب في تاريخ كاس العالم في ذاك الوقت، بعد ما تلاعب بنجوم المنتخب البرازيلي كامل. وقاد فرنسا إلى المباراة النهائية اللي خسرتها فرنسا ضد إيطاليا بركلات الترجيح، بالمباراة اللي شهدت أشهر حدث في تاريخ كاس العالم لما نطح زيدان المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي، بعد ما قام ماتيراتزي باستفزاز زيدان ببعض العبارات، وهذا الشيء انعكس بشكل سلبي على لاعبين المنتخب الفرنسي اللي خسروا اللقب بركلات الترجيح. مسيرة زيدان الدولية مع فرنسا لعب 108 مباريات وسجل 31 هدف. زيدان مسيرته التدريبية محصورة في تدريب نادي واحد، وهو نادي ريال مدريد. بالبداية زيدان درب ريال مدريد كاستية من سنة 2014 إلى سنة 2016، وفي يوم 4/2/2016 تم تعيينه كمدرب للفريق الأول بعد إقالة المدرب رافائيل بينيتز. ونجح زيدان في قيادة الفريق للقب دوري الأبطال في نفس السنة اللي تعين فيها كمدرب مع النادي، ومن بعدها فاز بدوري الأبطال سنة 2017 و2018. وهذا الإنجاز التاريخي بفوز ريال مدريد 3 مرات على التوالي بدوري الأبطال إنجاز تاريخي ما حققه إلا نادي ريال مدريد بقيادة مدربه زيدان. وفي نهاية سنة 2018 استقال من تدريب مدريد بعد خلافه مع رئيس النادي بيريز، ورجع زيدان بعدها ودرب ريال مدريد في يومها
11/3/2019، واستمر مع الفريق إلى نهاية موسم 2020-2021، وحقق خلال فترته التدريبية مع نادي ريال مدريد 3 ألقاب في دوري الأبطال متتالية في سنة 2016 و17 و18، والدوري الأسباني موسم 2016-2017 وموسم 2019-2020، وبالإضافة إلى كأس السوبر الأسباني مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرتين. زيدان كان لاعب استثنائي وتميز بقدرته على ترويض الكرة ونشر السحر بالملاعب العالمية والأوروبية، وكان مدرب ناجح أيضا مثل ما كان لاعب ناجح، وقاد الريال لتحقيق إنجازات كبيرة كلاعب وكمدرب، وسطر اسمه بحروف من ذهب بين قائمة الأساطير في عالم الساحرة المستديرة كلاعب وكمدرب. ولهني ينتهي المقطع عزيزي المتابع. إذا عجبك المقطع سو لايك واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، واكتب بالتعليقات اسم لاعب ودك نتكلم عنه ونتكلم عن تاريخه. أتمنى أنكم استمتعتوا بالمقطع، والحين أشوفكم بالمقطع القادم. سلام عليكم.